خرجت من غرفة الدردشة وفتحت الميل، لقيت بتاع 100 رسالة جديدة مكتوب في عنوانها اسم الظل العظيم، زائد رسالة واحدة مختلفة عنوانها ثغرات في القصة. قفلت اللابتوب. أيا كان الهبل اللي حصل فمفيش داعي إني أحكي للباقيين. قمت عملت قهوة تاني رغم إننا صدعنا من كتر الكافيين، بس كنا محتاجين حاجة تساعدنا نقاوم الإرهاق اللي بيجي بعد هبوط الأدرينالين ده، غير إن مختار غالبا هيحتاج كوباية أو اتنين أول ما يشرف بالسلامة. بالمناسبة، هو ليه ما وصلش لحد دلوقتي؟ لما بصيت بره لقيت الشمس طلعت، الصبح جه ومختار لسه ما جاش، والأغرب إن مفيش ولا زبون دخل المحطة لحد دلوقتي. طبعا أنا مش زعلان، بس مستغرب إن مفيش حد طب على مسرح الجريمة لحد دلوقتي. أشك إن حظنا حلو للدرجة دي. ما كنتش أعرف روتين النظافة الشخصية بتاع مختار. لو مضطر أخمن هقول إنه بيقضي على الأقل 20 دقيقة كل يوم الصبح بيسرح شنبه، بس حتى لو الموضوع كده كان زمان وصل من بدري. طلعت موبايل صفوت وطلبت رقم مساعد المأمور عشان اتأكد انه ما اتشغلش عننا بحاجة او رجع نام تاني، وطبعا وده الأهم عشان اتأكد اني ما تخيلتش المكالمة الأولانية. التليفون رن كتير قبل ما اسمع صوت مختار. ايوه. ازيك يا مختار؟ انا سعيد تاني. طمني، وصلت لفين؟ ما اتحركتش من مكاني، احنا عندنا حالة طوارئ صغيرة كده. خير، في ايه؟ الطريق اللي بين المدينة والمحطة مقفول يا سيدي. ايه ده؟ فعلا؟ انهو طريق فيهم؟ كلهم، حتى طريق الخدمة. عمري ما شفت حاجة زي دي قبل كده. الطرق مسدودة بالشجر، بس هما مش واعيين، شاقين الاسفلت وطالعين منه. من الصبح وانا بحاول الاقي سكة تانية اجي منها من غير اي فايدة. شكلي كده هركن العربية واكمل على رجلي. عشان بس نكون واضحين، انت قلت انك سمعت من صفوت المنشاوي امبارح بالليل. هو اتصل بيك ولا ايه؟ في الحقيقة هو هنا جه البنزينة امبارح وحصلت شوية حاجات كده، ودلوقتي هو تعيش انت. ايه؟ عاوز تقولي ان في جثة في البنزينة دلوقتي؟ هو في ايه؟ ما انا قلت له الكلام ده قبل كده. الله يرحمك يا عم صابر. انا اسف، افتكرت اني وضحت لك الموقف لما كلمتك المرة اللي فاتت. لا لا لا، انا اللي اسف. لما اتصلت بيا من شوية كنت لسه صاحي من حلم غريب عن الظل العظيم. كان بيناديني، بياخد بإيدي عشان يحررني من عذاب العالم الفاني، بيحتويني عشان أكون واحد من أولاده، وبيمنحني الشرف إني أكرس نفسي لخدمته المجيدة. ها؟ طيب، اشوفك لما توصل بقى. قفلت السكة وشيكت على شحن الموبايل، البطارية كانت في حدود 50%. منصور لف وشه ناحيتي. ايه الجديد يا سعيد؟ مختار جاي في السكة، جاي مشي. احنا عندنا مشكلة تانية يا جماعة. عار اسود، انتوا شايفين اللي انا شايفه؟ طنطا سألنا السؤال ده وهو بيشاور على الشباك. ما كنتش قادر اشوف من مكاني ورا الكاونتر، وما كنتش ناوي انط من فوق جثة صفوت بالعكاز عشان ابص. في ايه؟ في شلة مشردين لابسين هدوم مهلهلة جايين ناحيتنا. ايه اللي مهتم بالموضوع على طول ولازق وشه في الشباك عشان يشوف احسن؟ يا نهار ابيض، دول مش مشردين، انا اعرفهم كويس. البعز ومزاجنجي والكرف هناك اهو، او يعني دي الاسامي اللي كنت مسميهم بيها. منصور اتحرك ناحية مكنة العصير. هم دول صحابك؟ انيل من كده، دول اهلي، او كانوا اهلي قبل ما يخلعوا مني، بس مش فاكر ان شكلهم كان كده خالص. ما فهمتش قصده. ماله شكلهم؟ شكلهم غريب. قربوا من المحطة لحد ما قدرت اشوفهم من مكاني. 12 بني ادم قذرين لابسين هلاهيل، كل ما بيقربوا اكتر التفاصيل بتبان اكتر، تفاصيل اتمنيت لو ما كنتش شفتها. عينيهم بيضة بلون اللبن، والدود خارج من الجروح المنتشرة في جسمهم. اللي ما كانش بيبالغ زي عوايده، شكلهم كان غريب فعلا. هوليوود نجحت في تثبيت صورة الزومبي في الوعي الجمعي بتاعنا. أنا متأكد إنك عارف الزومبي بيمشي إزاي، وغالبا بتتخيل الصورة في دماغك دلوقتي. الحركة البطيئة بتاعت الجثة اللي لسه قايمة من الموت، الخطوة اللي بتدل على إن العضلات متحللة ومش قادرة تشيلها، رجل بتجر نفسها ورا التانية بخمول. بيبقى سهل جدا تحدد إنهم مش بشر. أنا قضيت وقت طويل زي أي حد غاوي أفلام ووعي بيتشبع بالصورة دي عن الموتى الأحياء، ويمكن ده السبب اللي خلاني مش قادر استوعب اللي أنا شايفه قدامي. أكتر حاجة مرعبة في المجموعة اللي كانت بتقرب من المحطة إنهم كانوا ماشيين بشكل طبيعي 100% زي البني آدمين، شوية بني آدمين خارجين يتمشوا بهدوم مقطعة كاشفة عن أجسامهم اللي بتعفن. صوت خبطة قوية شد انتباهنا بعيد عن الموتى الأحياء. كلنا لفينا في نفس الوقت عشان نلاقي منصور وقع مكنة العصير على الأرض وابتدى يجرها ناحية الباب من فوق الجثة اللي في نص المحل.
العصير الملزق غرق الأرض واختلط بالدم المتجلط عشان يكون شوربة لزجة لونها أحمر وبني وبنفسجي. أنا متأكد إننا بعد ما نخلص من المصيبة اللي إحنا فيها هيبقى عندنا مشكلة جامدة مع النمل. ام وطنطا ما سألوش منصور عن اللي بيعمله، فهموا الخطة على طول وابتدوا يجروا أي حاجة مش متثبتة في الأرض ويكوموها ورا الأبواب والشبابيك الإزاز. كان ممكن أساعدهم طبعا لولا موضوع رجلي المكسورة، بس كان باين عليهم إنهم مسيطرين على الموقف. منصور سأل: هتعرفوا تفضلوا عايشين لحد ما النجدة توصل؟ طنطا ابتسم: غالبا لو حسبتها هتلاقي ان احنا التلاتة مع بعض عندنا خبرة فوق 80 سنة في البقاء على قيد الحياة. ام زود على كلامه: بالظبط كده، يا نفضل عايشين يا نموت واحنا بنحاول نفضل عايشين. منصور لف وبصلي. عندكم أسلحة هنا؟ قلت له مفيش. الحاجة الوحيدة اللي جت في بالي كانت جيركن بنزين نصه فاضي في المخزن، بس سمحت له ياخد اللي هو عاوزه. استخدم رجلين الكراسي وإزاز ماكينة العصير المتكسر وعمل بيهم رماح على طريقة ماكجايفر. بعد ما دعمنا الأبواب والشبابيك وغطيناها كويس اتجمعنا في نص المحطة جنب جثة صفوة المنشاوي واستنينا. بعد نص ساعة الكهرباء قطعت. سمعت ام وهو بيقول اللي كنا بنفكر فيه بصوت عالي: يا دي الحظ. الدنيا فضلت هادية، ما كانش بيعكر صفو الهدوء غير شوية همهمات لزجة طالعة من زور أعضاء الطائفة السابقين اللي واقفين بره. لما تأكدنا إنهم مش لاقيين طريقة يدخلوا بيها ابتدينا نجهز نفسنا للمواجهة الأخيرة. منصور عمل أسلحة من كل حاجة قدر يحط إيده عليها. طنطا جر الرفوف ودعم بيها الأبواب والشبابيك أكتر. سابنا وراح يأمن الباب الوراني. بالنسبة لي بقى أنا كنت شاكك إن ماليش لازمة، بس لما منصور صدر العكازات بتاعتي عشان يعمل منها أسلحة اتأكدت من الموضوع ده. فتحت اللابتوب عشان أبعت رسالة استغاثة، بس افتكرت إن هو كمان ملوش لازمة من غير الكهرباء اللي بتشغل راوتر أعالي البحار. الجو كان بارد في الوقت ده من السنة، ومن غير الكهرباء درجة الحرارة نزلت في ثواني. قضينا الساعات اللي بعد كده قاعدين حوالين طبق مليان شمع معطر. لما جوعنا كلنا شرايح بطاطس وفول معلب. ام كان هينعس كذا مرة قبل ما طنطا يقرر يصادر حبوب الطاقة اللي ورا الكاونتر ويوزعهم علينا. بلعناهم مع قهوة باردة واحنا بنحاول نقنع نفسنا ان الموضوع مهم عشان نفضل مفوقين، بس كل اللي عملته معايا انها خلت ضربات قلبي سريعة ومش منتظمة. هتبقى نكتة بايخة قوي لو الزومبي اقتحموا المكان ولقونا احنا الأربعة ميتين بالسكتة القلبية. طنطا حاول يفتح كلام مع منصور كذا مرة بس الراجل ما كانش من النوع الاجتماعي خالص. انت كنت في الجيش مظبوط؟ لا. انا كنت اعرف واحد في الصعقة انت بتفكرني بيه. كويس. شفت حد شبه الجماعة اللي بره دول قبل كده؟ ما شفتش. انت متجوز؟ لا. لما شيكت على موبايل صفوة اكتشفت انه مسقط شبكة. رغم كده حاولت اطلب النجدة كذا مرة بس طبعا النمرة ما جمعتش. لما البطارية وصلت 5% قفلته عشان لو احتاجناه بعد كده. بعد شوية حسيت بمفعول المسكنات بيروح وافتكرت ان رجلي بتتعافى من كسر مضاعف، وندمت اني وافقت ارجع الشغل بدري كده. منصور اداني عكاز واحد اتعكست عليه لحد الكاونتر عشان اجيب العلاج بتاعي. لما وصلت هناك لمحت الطرد الملفوف لفة هدايا المحطوط تحت الكاشير. كبرت دماغي ورجعت للشباب. مرت كام ساعة كمان. ام دخل في مشروبات الطاقة عشان يفضل فايق، وعند لحظة معينة عضو الطايفة السابق طلع مخزون البانجو بتاعه وولع سيجارة من غير ما يستأذن وقلب المحطة غرزة. ما كنتش فاكر إذا كنت خدت المسكنات بتاعتي ولا لأ، فقمت خدتها وخلاص. مع غروب الشمس التاني كان في فكرتين بيتنافسوا على المركز الأول في دماغي. الفكرة الأولى إن الدنيا بتضلم بدري أوي اليومين دول، والفكرة التانية إننا عملنا دماغ عالية واتسحلنا ومش هنعرف نتعامل مع اللي هيحصل. الوقت بقى مبهم، ولما اللابتوب فصل ما بقاش عندنا وسيلة نعرف بيها بقالنا محبوسين قد إيه. ابتدينا نقيس الوقت بالشمع. أكلنا ومعنوياتنا كانوا بيخلصوا أسرع من بعض. في وقت من الأوقات طنطا خدني بعيد وسألني عن رأيي في منصور. قلت له إنه ألطف واحد ثبتني بمسدس طول الأسبوع، بس طنطا قال لي إن قلبه مش مطمن من ناحيته. فكرته إنه قتل جعفر كذا مرة قبل كده، ويا ريت يبطل دور الكائن المثالي اللي هو عايش فيه. انتوا الاتنين بترغوا في ايه؟ بنشوف إذا كان اسمها ملوخية بالأرانب ولا بالأنارب. طب تعالوا هنا، المشرحة مش ناقصة وتل. منصور كان قاعد بظهره للركن ومادد ايديه فوق الشمعة عشان يدفيها. ده كان مصدر الضوء الوحيد في المكان، وكان بيرسم خيالات أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها غريبة. شوية منهم كأنهم وشوش بتضحك على خيبتنا، وكان في خيال أو اتنين شبه رؤساء قدام. واحد منهم سألني الساعة كام.
الساعة معاك كام يا ولد يا سعيد؟ اوبا، ده انا متربى على الاخر. انت كويس يا سعيد؟ طنطا هو اللي شدني الارض الواقع. في الحقيقه مش عارف. عرفت مين اللي زرع القنبلة؟ صفوة المنشاوي هو اللي سألني السؤال ده وهو بيزحف على السقف وبيبص لي بزاويه غريبه كانت المفروض تكسر رقبته. تقصد ايه؟ انا كنت فاكر ان انت اللي حطيتها. ما انت عارف ان القنابل مش اسلوب يا امان. مين من اللي تعرفهم ممكن يعمل قنبلة؟ هو ال فين؟ منصور اتنفض ومسك العكاز بتاعي سابقا، والرمح بتاعه حاليا. مين ال ده؟ هو في حد تاني هنا؟ ال يا جدع، الموظف التاني اللي بيشتغل معايا على الكاشير. وبصيت لطنطا اللي هز كتافه. انا معرفش حد اسمه ال انت خدت كام حبايه من الدواء بتاعك النهارده يا سعيد؟ هو انا كنت بتخيل ال طول الوقت ده ولا ايه؟ حاولت اقعد على المشمع بس الدنيا لفت بيا وقعت على ظهري. حسيت ببقايا بشريه بتتعصر تحت المشمع لما ريحت راسي عليه. هو قد ايه من اللي بيحصل حقيقي؟ صفوة ابتدى يشمت فيا. انت بتخرف يا سعيد. ما انا عارف. زمان لما الموضوع ابتدى دكتور شندي حاول يجهزني عشان اعرف اتعايش مع حالتي. ما كانش في حالات كتير قبلي فما كانوش عارفين ايه اللي هيحصل بالظبط، بس كلهم كان عندهم نفس الاعراض الجانبيه في الاول: خسارة الوزن والارهاق والصداع. مع تطور الحالة بتظهر اعراض جانبيه جديده روشه: هلاوس بصريه وسمعيه، فقدان ذاكره وبارانويا وكل الحبشتكنات الحلوه دي. بس طبعا ما كانش في حاجه اغرب من عدم قدرتي على النوم. انت عارف في العادي لما بدي لحد علقة موت بيغمى عليه من الوجع. لا، صفوت ابتدى يضغط على اعصابي بجد. في اللحظه دي ال طلع من الحمام وهو بيقفل سوستة البنطلون. شاورت عليه بسرعه: اهو الجدع ده، انتوا شايفينه زيي مظبوط؟ اهو هو ده ال طنطا بص على المكان اللي بشاور عليه وبعدين بص لي تاني. انت تقصد جو؟ صحيح، ازاي فاتتني دي؟ اكيد عنده اسم حقيقي يعني. بكره لما بيقول لي ال برطم بالكلمتين دول في الوقت اللي منصور حط فيه الرمح جنبه وبص لطنطا. حاول تسيطر عليه. صفوت نصحني: مش تفتح الطرد اللي جارك بقى ولا ايه؟ استنى، مش انت المفروض تكون ميت؟ ما انت كمان المفروض تكون ميت يا مان. صحيح، عندك حق في دي يا معلم. انت بتكلم مين يا سعيد؟ صفوت. بطل الحركات دي يا سعيد بقى، انت كده بتخوفني. شمعتين اتحرقوا من اولهم لاخرهم قبل ما منصور يقرر ان مفيش نجدة جايه. دي حرب حصار كلاسيكية، لازم نفضل منتبهين. هما مش مضطرين يعملوا حاجة غير انهم يستنوا. كل ساعة بتعدي بتقربنا من الموت اكتر. احسن فرصة قدامنا اننا نسترجل ونخرج نحاربه. ما وافقتش على كلامه، بس منصور وضح لي بذوقه المعهود ان الموضوع مش مطروح للتصويت ممكن اخلص من احزاب المعارضة الهوي. لما وضحت له ان الموضوع ده ملوش داعي ابتدى يشيل شوية تحصينات من قدام الابواب والشبابيك. كنا محتاجين نعرف احنا بنتعامل مع ايه عشان نحط خطة هجوم فعالة، بس كان في حاجة ورا الازاز سد الرؤية. منصور شال بقية التحصينات ورجع خطوتين لورا وهو مش مصدق. ايه ده؟ جو شرطة شهق. يا نهار اخضر. كنا محبوسين جوه المحطة. على الناحية التانية من الإزاز كان في أشجار متشابكة كبرت ولفت حوالين بعضها عشان تعمل حيطة من الجذوع والأغصان. حتى الضوء ما كانش قادر يعدي منها. أصلا ممكن تكون الدنيا نهار دلوقتي وإحنا منعرفش. منصور هز راسه يمين وشمال. لازم نخرج من هنا. اتحركنا مع بعض ناحية الباب الوراني. لما حاولنا نفتحه الضلفة الحديد ما اتحركتش من مكانها. المرة دي طنطا هو اللي قال الشيء البديهي: ايه الحظ ده؟ وبعدين لف وبصلي: احنا ممكن نفضل محبوسين هنا قد ايه؟ يمكن كان بيسأل سؤال استنكاري، بس في الحقيقة كان عندي إجابة على السؤال ده. أوقات كتير كنت بسأل نفسي: هو الواحد يقدر يعيش في المحطة قد إيه من غير إمدادات؟ رسمت السيناريو في دماغي مليون مرة. في الليالي المملة كنت بعيش التجربة الفكرية دي في كذا سياق. هعيش قد إيه لو المحطة اتنقلت في الزمن لورا، أو اتنقلت لكوكب تاني، أو لو حصل تفشي الفيروس بيقلب الناس زومبي إلى آخره. استنتجت إن في الظروف المثالية أقدر أعيش على المخزون اللي هنا لمدة 4 سنين على الأقل، ده لو لقيت مصدر مياه نظيفة، و6 أسابيع لو ما لقيتش. بس طبعا الظروف اللي احنا فيها دلوقتي أبعد ما تكون عن المثالية. احنا دغدغنا المحطة عشان نعمل أسلحة وتحصينات، وكان أغلى مخزون الأكل، ولو فضلنا محبوسين أكتر من كده مش هيعدي وقت طويل قبل ما نبتدي ناكل بعض. قبل ما ألحق أعلن تقييمي الكئيب للموقف سمعنا إزاز بيتكسر ناحية باب المحطة الرئيسي.
منصور رفع الرمح بتاعه ومشي قدامنا بحذر للناحية التانية. حيطة الشجر كانت لسه زي ما هي سد المدخل، كل حاجة كانت زي ما هي باستثناء شيء واحد مهم، المشمع كان مكشوف وجثة صفوت ما كانتش موجودة، وكان في آثار رجلين في الدم من المكان اللي الجثة كانت فيه لحد الإزاز المتكسر بتاع الباب القداماني. كأنه قام ببساطة واتمشى لحد ما الشجر بلعه. منصور اتكلم: عاوزكم تفكروا كويس يا رجالة، في أي طريقة تانية نخرج بيها من هنا؟ والله هو بصيت لإيه وأنا بهز راسي يمين وشمال من غير ما منصور ياخد باله. غالبا ما شافنيش في ضوء الشمع الضعيف، أو يمكن غبائه المستفز ما استوعبش إن دي فكرة زي الزفت. في الحفرة إياها. حفرة؟ حفرة إيه؟ الحفرة اللي في الأوضة السرية اللي بعد التلاجة الكبيرة. أوضة سرية؟ أيوة أهي هناك. وشاور على الحيطة الفاضية اللي كان موجود مكانها الباب الأبيض. صحاب البنزينة قرروا إن أحسن حاجة يعملوها إنهم يسدوا الباب بلوحين جيبسون بورد وينسوا الموضوع. بس الحكاية دي كانت هتنفع بس لو كل الناس اتفقوا إنهم ما يجيبوش سيرة الباب تاني. على أنت إيه رأيك يا جو؟ أنت عاوز تقولي إن في باب ورا الحيطة دي بيودي الأوضة السرية فيها حفرة ممكن ننزل جواها ونهرب؟ ليه ما قلتليش الكلام ده من بدري يا روح أمك؟ منصور ما استناش الرد، راح عند الحيطة وابتدى يطعنها بالرمح، ولما عمل فيها خرم كبير كفاية كمل بإيده. بعد أقل من 5 دقايق الحيطة رجعت باب تاني، ومنصور بيولع شمع جديد ويرصه حوالين الحفرة الكبيرة. خدت طنط على جنب: في حاجة عاوز أقول لك عليها يا طنط. قول يا سعيد. أنا فتحت الطرد اللي كان ملفوف لفة هدايا. لا والله. والله أنا مش متأكد في أنه وقت بالظبط غيرت رأيي وفتحته، بس أنا شايل اللي كان موجود في الطرد في جيبي بقالي حوالي يجي شمعة كاملة، وزي الطرد اللي فات كان فيه رسالة. ازيك؟ انا بجد مبسوط ان هديتي اللي فاتت عجبتك، بس لو قررت في اي وقت تقلب القصة اكشن يمكن الحاجة اللي بعتها لك المرة دي تنفعك. المخلص هشد معجبينك. وتحت الرسالة كان فيه مسدس صغير. اتعلمت من ألعاب الفيديو اللي يخليني أعرف إزاي أفتحه وأتأكد إنه متعمر. وريت المسدس لطنطا. دي طبنجة روجر 380. دي حلوة يعني؟ في الآخر طبنجة يا سعيد، يعني أحسن من رجل الكرسي، ليه ما اديتهالهوش؟ وبعدين شاور على قائد الهمام بتاعنا. أنا ما أعرفوش ولا بثق فيه، وبعدين ده كان لسه هيضرب واحد فينا بالنار من شوية. وجهة نظر برضه. خد خليها معاك، أنا ماليش في موضوع السلاح ده. انت محتاج أكتر مني يا سعيد، أنا رجليا الاتنين شغالين. منصور نادى علينا من الأوضة السرية: جاهزين يا أولاد؟ الوقت جه عشان نشوف إيه اللي تحت. وبعدين نط. كنت نسيت أقول إن المسافة لتحت أكتر من 3 متر، وما أقدرش أنكر إني حسيت بشوية شماتة لما سمعت صوته وهو بيتهبد، وقهت الوجع اللي طلعت منه بعد كده. إحنا بقى لفينا المشمع وربطنا فيه كام عقد عشان يبقى سلم حبال الغلابة. وبالمناسبة دي أحب أشكر اللي اخترع المشمع، الشيء ده مفيد بشكل مرعب. كنا قضينا ساعات طويلة فوق في مكان فيه جثة وأكل معفن وريحة منصور، وكنا ضاربين فول معلب، ومتهيالي كده إن في حد رجع في باسكت الزبالة. يعني من الآخر ريحتنا كانت تخلي الزربان يقرف مننا، وزي ما نظرنا اتعود على الضلمة بعد ما الكهرباء اتقطعت، مناخيرنا اتعودت على الريحة هي كمان، لدرجة إني ابتديت أشك إننا دمرنا حاسة الشم بتاعتنا للأبد. بس أول ما نزلنا الحفرة عرفت على طول إني كنت غلطان. الريحة المعفنة اللي تحت خلت ريحة المحطة تبان جنبها برفيوم، والريحة البشعة اللي كانت بتطلع من بلاعات صرف المطر ما كانتش تيجي حاجة جنب القرف ده. هو أصلا ينفع الريحة تكون تقيلة؟ عشان أنا كنت حاسس بالريحة دي كبسة على نفسي. طنطا وإيه رجعوا بالدور. لما خلصوا منصور وزع علينا المشاعل اللي عملها من رجلين الكراسي وقماش غمسوا في البنزين. الكهف كان عبارة عن نفق مستقيم بادئ من تحت المحطة وماشي عشان يخرج من المدينة. سقف النفق كان عالي كفاية عشان يخلينا نقف براحتنا، والأرض كانت بتميل لتحت كل ما بنغوط في النفق أكتر. مين اللي كاتب الهبل ده؟ منصور سأله وهو بيقرب المشعل بتاعه من الحيطة. كان في حد كاتب جملة بسبراي أحمر بخط مهزوز: ريتا المبرقة كالت الشرنقة. قعدت أعيد الجملة في دماغي كذا مرة. الخط كان مألوف بشكل غريب، خصوصا حرف الر اللي في الأول، بس ما كنتش قادر افتكر شفته فين قبل كده. وكان في قزم جنينة محطوط تحت الكتابة على الأرض. كملنا في النفق. منصور كان سابقنا بكتير، وأنا كنت في الآخر بتعكس على عكاز واحد. كل ما كنا بنغوط أكتر كل ما النفق كان بيضيق أو الريحة بتبقى أقوى. ما كانش في حاجة في المكان ده تديني أمل أو تحسسني بأن وضعنا أحسن من لما كنا فوق في المحطة. ما تأكدتش إننا لبسنا في الحيط فعلا غير لما وصلنا للشجرة. معرفش مشينا قد إيه،
ممكن كيلو مثلا، قبل ما نوصل لشجرة سودا عملاقة سد النفق كله. كانت شبه أشجار السيكويا اللي عمرها آلاف السنين، عرض جذعها يسمح إنه طريق حارتين يعدي من جواه. يا نهار اسود. منصور هو اللي قال الجملة دي وهو بيقطع الكلمات. كنت آخر واحد يشوف الحاجات اللي خلت عينين التلاتة اللي معايا تطلع بره. الشجرة العملاقة كان فيها سمات مختلفة عن باقي الشجر، خصوصا موضوع الأطراف البشرية، الإيدين والرجلين اللي طالعين من أماكن عشوائية كأنهم فروع. وفي مستوى النظر بالظبط كان في وش بني آدم. اللي مد صباعه ناحية الوش. انا عارف الجدع ده البيزي. وبعدين لمس الوش اتقشر ووقع على الأرض كأنه ماسك هالوين مبلول. منصور طلع حاجة من جيب الجاكيت بتاعه ولزقها على الشجرة. سألته إيه ده؟ المفاجأة إن هو اللي رد عليا. دي شبه عجينة السي 4. منصور ابتسم ببرود. مظبوط يا فالح، اخر المتفجرات اللي معايا، لازم ادمر المخ والجذور عشان بقية الشبكة تموت. يعني انت اللي حطيت القنبلة في المحطة؟ ايوه طبعا، وقتها كنت فاكر ان المبنى هو السبب، غلطة بسيطة، بس دلوقتي عرفت الصح. بس سعيد كان جوه المبنى لما حطيت القنبله. ايوه عارف. يا جماعة اللي حاول يشد انتباهنا لحاجة. يا بهايم دي حرب، والحرب بيبقى ليها ضحايا، عشان تعمل عجة لازم تكسر شوية بيض. يا شباب، عاوز ايه؟ اللي شاور ورانا على الطريق اللي جينا منه. لفينا عشان نلاقي صفوة المنشاوي واقف في نص النفق وابتسامة شريرة مرسومة على وشه. ازيكم يا رجالة؟ انا متأكد اني وحشتكم المرة دي. طنطا صرخ. سعيد الطبنجة. طلعت المسدس من جيبي وحدفته بأقصى قوتي. لبس في وش صفوة ووقع على الأرض. فضلت فخور بنفسي ثانيتين لحد ما فهمت الغلطة اللي عملتها. اللي حصل بعد كده كان أسرع من إني أستوعبه. في حاجة شقت الحيطة اللي جنبنا وطلعت منها. جسم عملاق في حجم عربية شكله شبه الإيد، لف صوابع عملاقة من الطين حوالين التلاتة التانيين وشدهم جوه الحيطة. وبعدين الأرض اتشقت تحتي ولقيت نفسي بقع. كنت بتزحلق في نفق ضلمة، كنت بتشد أو بتبلع. الموضوع طول والتراب ملا مناخيري ووداني وبقي، ما بقتش عارف أتنفس. الضغط زاد حواليا، وبعدين الحاجة اللي كانت بتبلعني تفتني في أوضة ضلمة كحلة على أرضية صخر مبلولة. وقعت على رجلي المصابة وكسرتها تاني. أي بس على الأقل المرة دي قدرت أضرب صفوة. بالنسبة للحظاتي الأخيرة على كوكب الأرض بقى، فالمرة دي كانت أحسن شوية من المرة اللي فاتت. الأوضة اللي كنت فيها كانت رطوبة مش برد. كنت سامع صدى نفسي وهو بيتردد، وكنت سامع صوت نفس تاني. فجأة حسيت بوجود غريب معايا في الأوضة. صعب أوصف الموضوع بنفس الطريقة اللي صعب توصف بيها حلم لسه صاحي منه، حاجة لازم تعيشها عشان تفهمها. باختصار كنت حاسس إن وعي متوصل مع وعي كائن ذكي تاني، قادر يزرع الأفكار في دماغي بسهولة. طبعا في الآخر ممكن يكون كل ده من تأثير المسكنات اللي كنت مبلبعها. نورت بيتي يا سعيد. الصوت جه من مكان في الضلمة الكحل اللي محوطاني. أنا بعتذر لك إني خدت كل الوقت ده عشان أقابلك. أنا مش شايف حاجة. بالظبط، إيه اللي أنت مش فاهمه في اسم الظل العظيم؟ يا ليلة سودة، أنا في قاعة العرش بتاعت الظل العظيم، وواضح من طريقته في الكلام إنه كائن قليل الذوق. ممكن بعد إذنك تولع أي حاجة عشان أشوف أنا بكلم مين؟ حاضر يا عم سعيد. فجأة الأوضة نورت بنور أبيض مبهر، ما كنتش شايف غير نور صافي. لما غطيت عينيا بقيت شايف عظم إيدي من ورا كفوني، ورغم الأدوية اللي كنت واخدها إلا إني حسيت بالألم. يا أستاذ ظل، النور جامد قوي، ووسطنا شوية يا زعيم. ما كنتش متخيل إنك عامل زي العيال كده يا سعيد. وبعدين النور هدي. بعد لحظة عينيا اتعودت وقدرت أشوف أنا بكلم مين. أقصد إيه؟ ارتجف أمام الظل العظيم. كان في حجم فيل منفوخ لون جلده أصفر باهت. شكله كان قريب قوي من قرادة عملاقة ب6 صفوف دراعات قصيرين على كل جنب من جسمه، وراس بني آدم فوق. الراس كان فيها ملامح وش بشري من غير رقبة، والجسم كان متصل بالأرض عند أعرض حتة في البطن كأنه نصه مدفون. كان عامل قصة عرف الديك وصباغها أحمر. ابتسم لي وغمز. ها، إيه رأيك يا معلم؟ رأيي في إيه؟ بص لفوق كأنه بيبص على شعره. في شعري طبعا، مش بذمتك يجنن؟ ماشي الحال. ماشي الحال؟ انت عندك ادنى فكرة انا بذلت مجهود قد ايه عشان اظبطه بالشكل ده؟ عامة فكك، انا اللي غلطان، ما كانش المفروض اضيع وقتي عشان احاول ابهرك. حاولت اقف على حالي بس افتكرت ان رجلي لسه مكسورة تاني. كنت تحت الارض مسطول ومش عارف اتحرك ومعيش سلاح، ما عنديش اي فرصة اهرب المرة دي.
لو ناوي تقتلني ممكن نخلص من الموضوع ده أول حاجة. هو في ايه؟ مالكوا يا بشر؟ على طول عندكوا احكام مسبقه وما بتثقوش في حد؟ ليه اول ما بتشوفوا حاجه مش فاهمينها بتفتكروا الموضوع يا قاتل يا مقتول؟ على فكره انا مش الوحش اللي في الاوضه، انت الوحش. انا شايف جوا روحك يا سعيد، شايف بلاويك كلها. فاكر لما كان عندك 15 سنه وجرحت عربيه مدير المدرسه بالمفتاح؟ فاكر؟ ها؟ لا مش فاكر. بجد والله؟ غريبه دي، ممكن ما كانش انت. عامه البشر كلهم شبه بعض. هو أنا هنا ليه؟ ليه جرجرتني تحت الأرض؟ عشان ما لقيتش طريقه تانية اتكلم معاك بيها يا سعيد. انت ما بتنامش وما بتردش على الايميلات اللي ببعتها لك. كل اللي طالبه منك انك تبطل تحرق ولادي. انت حرقت عدد كبير قوي. احنا عملنا لك ايه عشان تعمل فينا كده؟ قصدك نبات أبو كاف؟ ايوه، دي نسخ احتياطي. الغبي ده ما بيعرفش ياخد باله من نفسه. هما ما بيأذوش حد. انا كنت بحاول احطه في منصب مهم عشان يبقى عندي شويه نفوذ سياسي في المدينه المنيله دي. عشان تسيطر على العالم مش كده؟ على مين اللي اسيطر عليه؟ انا عاوز اضغط على مجلس المدينه عشان يقللوا قطع الاشجار. انا بحاول انقذ العالم، بس انت واصحابك الاندال عمالين تقتلوا فينا وبتحاولوا تفجروني. كده مش حلو امان. أمال صفوت اللي عدمني العافية ضرب يطلع إيه؟ هو مش الشخص السايكوباتي ده واحد من قلاضيشك وماشي بأوامرك؟ قلاضيشك؟ ايه قلاضيشك دي؟ بعتذر لك يا استاذ سعيد ان لسه عندي امل ان الناس ممكن تتصلح. انا شغلت صفوت معاه عشان كنت محتاج حد يحمي جعفر، واديته اوامر محدده انه ما يقتلش حد وهو وافق. كنت عاوز اعمل منه بني ادم احسن. وعلى فكره انت كمان ممكن تكون احسن. بس انت قتلت ناس كتير، العيال بتوع الطايفة مثلا. ده انت خلصت على الكومباوند كله. تاني يا سعيد، تاني اتهامات من غير دليل. معلش، انا ما كنتش عاوز ابقى غراب البين اللي ينقل لك الخبر، بس الناس دي انطقرت. ايوه انطقروا. لو كنت خدت بالك من التلميحات وطرطقت ودانك للي بيقولوه كويس كان الموضوع هيبقى واضح بالنسبه لك زي الشمس. وبعدين هز ايد من ايديه الستة كأنه بيقول لي فكك. ارفع عليا قضيه يا سيدي، بس انا ما كنتش عاوز جثث العيال دي تروح هدر. عشان تبعتهم ورانا المحطة. تاني رجعنا لعقدة البطل اللي شايف نفسه محور الكون. الموضوع ملوش علاقة بيك خالص يا ابني. أنا بعت ولادي عشان يرجعوا صفوة المنشاوي. كنت عاوز ألحقه قبل ما يحصل له تلف دائم في المخ. المرة الجاية لما تشوفه لازم تعتذروا على اللي حصل. بجد من ساعة ما جورج روميرو خلى الزومبي موضة والناس بقت تشوف الميت الحي من هنا وإيديهم تاكلهم عشان يقتلوه. أمال إيه اسم الظل العظيم ده؟ بذمتك مش بيوحي بالشر؟ اتنهد وهو متضايق. آخر مرة كنت صاحي فيها الظل العظيم كان معناه حاجة تانية خالص. دلوقتي الناس ما بقاش عندها أي احترام للضلمة. بس برضه ما ينفعش تستخدم البراند بتاعي عذر عشان تشوي جعفر الغلبان زي كوز الذرة. عذر أي؟ أنت تستاهل العلقة اللي خدتها. بس ودورت في دماغي على أي دليل يثبت إن الظل العظيم هو الوحش اللي كنت متخيله، بس كل اللي لقيته كان حقيقة باردة حزينة. يعني إحنا اللي طلعنا ولاد كلب في الآخر؟ للأسف أيوة. طيب يا سيدي أنا آسف. دي بداية كويسة. معنى كده إن أنت السبب في كل الحاجات الغريبة اللي بتحصل؟ ضحك وهز راسه. فهمت إنها طريقته عشان يقول لي لأ. خلينا أكون صريح معاك، أنا ما عنديش فكرة نص الحاجات اللي بتحصل ليه. محطة البنزين بتاعتكم غريبة فعلا. نبات أبو كف وجعفر بتوعي والريحة كمان يا سيدي. بس لازم أعترف لك إن الحاجات التانية بتخلي جسمي أشعر. يعني الراجل اللي لابس بالطو مطر ده يا لطيف، والدودة اللي بتنور اللي الراكون كلا. إيه الجنان ده؟ ثانية واحدة، يعني أنت ما تعرفش إيه اللي بيحصل؟ رد عليا بنبرة دفاعية ملهاش أي لازمة. أنا أعرف حاجات كتير يا سعيد. في الحقيقة أنا أعرف حاجة مهمة جدا أنت ما تعرفهاش، وده السبب الرئيسي اللي خلاني عاوز أتكلم معاك. حاولت أتجاهل الوجع اللي بيزيد في ركبتي وأنا برد عليه. اتفضل، كل أذان مصغية. أنا هرمي قنبلة معلومات على دماغك الغبية، بس قبل ما أعمل كده سمعت صوت جاي من ورايا. لفيت عشان أشوف جدري بيتلوع على أرضية الكهف وهو شايل كائن بني صغير. عاوزك تقابل أستاذ جزرة. الجدري كان شايل أرنب ودانه مدلدلة، وقف جنب المكان اللي كنت قاعد فيه وحط الكائن الصغير في حضني. الأرنب بصلي وهز مناخيره يمين وشمال. سلم على أستاذ جزرة يا سعيد. إيه الجمال ده يا خراشي؟ كوتشي كوتشي كوتشي. وخدت الأرنب في حضني وطبطبت على فرو الناعم. عمري ما فهمت التأثير المهدئ الغريب اللي الكائنات دي بتأثره على جنسكم. عاوزك تمسك في الإحساس ده يا سعيد.
بالشعور الحلو المريح. هتحتاجه بعد ما اوريك اللي جاي. ها؟ سألته والأرنب بيحك مناخيره تحت دقني. جدر الشجرة اترفع لمستوى نظري وخبطني على عورتي. فجأة الكون اللي أعرفه اختفى واتبدل بمعرفة سودة مؤلمة. الظل العظيم زرع جوا راسي حقيقة بشعة مفيش كلام يقدر يوصفها. بس يعني عشان أنا بكتب بلوج وكده هحاول أوصفها. في حاجة جاية لكوكبنا الملعون، كائن قوته وجوعه فوق الخيال. لقى العالم بتاعنا وسط الفراغ الأبدي ووجه حواسه ناحيتنا. لما يوصل الكوكب هيغرق في عذاب بشع لدرجة إن صدى صرخات الألم هيتردد لورا في الزمن. في الوقت اللي البشر غرقانين فيه في مشاكلهم اليومية، الشياطين بيفقعوا عينيهم عشان ما يشوفوش اللي هيحصل. جبت كل اللي في بطني على أستاذ جزر اللي نط من حجري عشان يبعد جوا الكهف. ما اقدرش ألومه الصراحة. أنا آسف معلش. فهمت. أيوة، حظ خير الصراحة. ما قدامناش وقت طويل، بس لسه في فرصة عشان نوقف اللي جاي. أنا عندي خطة، بس لازم نشتغل مع بعض، ولما تيجي اللحظة المناسبة هطلب مساعدتك. مساعدتي أنا؟ ده أنا حتى مش عارف أمشي. إيه اللي مخليك فاكر إن أقدر أساعدك؟ عشان البلوة السودة دي بتتابع البلوج بتاعك. إيه ده بجد؟ أيوة، وأنا كمان على فكرة. الكائنات اللي زينا بتقضي وقت طويل على النت. أيوة، شيء منطقي. طيب وإيه رأيك في البلوج؟ يعني مش بطال، المستوى طالع نازل. ساعات بترغي كتير وكلامك بيبقى على منظرة شوية، بس في المجمل هديك 8 من 12 لايك. وبعدين ابتسم وحرك دراعاته كلها في نفس الوقت. خدت بالك من اللي أنا عملته؟ 8 من 12 وبتاع. أيوة، إفيهات حضرتك مميتة الصراحة. شكرا. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هروحك انت واصحابك، بس وعدني تبطل تقتلني انا وولادي. اوعدك. اهلا بيك في خدمة الظل العظيم. حاسس بالشرف يا مان؟ حاسس. بصيت حواليا عشان اشوف استاذ جزر راح فين. كنت عاوز اعتذر للارنب الغلبان اللي رجعت عليه. الطبيعي ان الناس لما بتكتشف انهم بقوا جزء من خطة عظيمة بيحسوا بالتواضع وبان بقالهم هدف يشحن طاقتهم، بس انا حاسس ان الصورة الكبيرة تايهة منك خالص. كنت شايف ان المقابلة ما مشيتش زي ما كنا عاوزين. بالنسبة لي الموضوع فكرني بحفلات التشجيع الفكسانة بتاعت المدرسة الثانوي، لما المدرسين بيحمسوا الطلبة الماتش كورة جاية عن طريق الهتافات الفكسانة. اللي كان بيجنني بقى ان الحركات دي كانت بتنفع مع الباقيين. كنت دايما بفترض ان فيها حاجة غلط، وغالبا نفس الحاجة دي هي اللي ما خلتنيش اعيش اللحظة الدرامية العظيمة اللي مختار عاشها بعد ما بقى جزء من خطة الظل العظيم. يمكن عشان ماليش في حتة الخدمة دي. انت عارف حاجة يا سعيد؟ صعب جدا ان حد يبهرك. هحاول ما اخدش الموضوع على اعصابي عشان لسه ورانا شغل كتير مع بعض. هو الاتفاق بيتم ازاي؟ بنتف في ايدينا ونسلم على بعض ولا؟ في نفس اللحظة الحيطة انشقت وايد عملاقة خرجت منها ولفت صوابعها حاطين حوالين جسمي. أول حاجة حسيت بيها بعد كده وأنا واقع على بطني بكح تراب في نص الشارع قدام المحطة. الدنيا كانت نهار. سمعت صوت منصور. جيت في وقتك. بصيت لقيت التلاتة التانيين واقفين جنبي وجسمهم متغطي طينة. رجعت للمكان اللي كل حاجة ابتدت منه. الشجر كان اختفى من غير ما يسيب وراه أثر إنه كان موجود، والمحطة بقت عبارة عن خرابة. الباب الرئيسي متكسر والراكونات بتنهب في المكان. هو ايه اللي حصل يا سعيد؟ رديت عليه وأنا بنضف وداني ومناخيري من الطين. مش متأكد بالظبط يا طنطا. والله انت محظوظ، صحابك خلوني استنى عشان اديك فرصة تخرج. بصيت على ايدي اللي كانت سودة من طبقة الطين اللي كانت لازقة فيها. خدت ثانيتين 3 عشان استوعب اللي الراجل الضخم قاله. مش فاهم تقصد ايه؟ عشان ده. منصور رد عليا وهو بيضغط على زرار الريموت بتاع المتفجرات. في مكان ما في اعماق الغابة حصل انفجار هز الارض وخلى الطيور تطير في السماء. انذار عربية طنطا صفر والاسفلت اتشرخ. سحابة سودة ابتدت تعلى لفوق وتملى السماء. حسيت بحاجة بتصرخ جوا مخي بيأس وبعدين بتموت. بس خلاص، انا كده مهمتي انتهت. هخلع بقى قبل ما الحكومة تشرف. وبعدين دخل جوا الغابة وهو بيضحك لحد ما صوته اختفى.